مساءكم خير وعافية حبيبات قلبي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وين ما تكونون. حبايبي اليوم راح نسوي لكم التمن الأحمر ويا السمك المقلة. أنا ردت أسوي سمك مشوي بس الصراحة ماكو أحجام كبيرة هنا بالأردن، فجبت هذا السمك مالتنا الكارب ومقشر ومنظف. احنا بس راح نملحه هسه وياكم وتشوفون الطريقة شلون. هذا السمك مغسول ونظيف، راح نيجي نملحه بملح خشن. ملحوه كل زين، السمك يحب الملوحة، مش قد ما تملحوه راح تشوفوه فاهي. حتى الظهر يتملح مو بس الوجه. هسه بعد ما ملحناه عندنا هنا طحين، نحط عليه كمون حتى إذا السمك بيه أي زفارة تروح. كمون وملح شوية، لأن احنا السمك أصلا مملحيه، فنخلي شوية ويا الطحين. نخلطهم زين على مود الملح والكمون يتلابسون ويا الطحين زين. هسه نروح نطبخ التمن، حتى بين ما يتهدر التمن احنا نقلي السمك. خليكم ويانا حبايب قلبي. هسه خلينا سمنه او زبد، انتم شو تحبون، دهن، ونخلي زيت وياها. انا احب اطبخ التمن بهالصوره هاي، ما اخلي زيت بحده. الدهن شويه يخلي التمن طري. ذبينا البصل هسه، ننتظره بس يبدي يحمر ونحمس المعجون وياه. والتمن طبعا انا خاسلته ومنقعته، يعني نقعته تقريبا ربع ساعة وخلص صفيته من مية. وهسه عاد راح نبدي مثل ما تشوفون نحمس البصل. التمن الاحمر كلش احب طعمه من يكون ببصل محموس. جربوا هاي الطريقة حبايبي، راح يطلع التمن الاحمر كلش طيب وياكم. أنا طبعا شخلي للتمن الأحمر مو بس معجون، أحاول أخلي الطماطة بالخلاط وأخليها وياه وتتلجع هي والمعجون مع الطماطة ويا البصل. يلا أذب التمن، بس عندي هذا ابني الصغير نحس بالأكل فما يحب الطماطة، فخلص راح أسويه بس على المعجون اليوم. حبايب قلبي أني راح أخلي له شعرية للتمن، فبس يشقر البصل يعني لونه يصير على صفار مو على حمار، راح اذب الشعريه وياه. حبايبي هسه حمس البصل والشعريه احمرت عندنا، راح ننزل المعجون. هسه نضيف الماجي، ينطي نكهه وطعم كلش طيب ويا التمن الاحمر. وبعدين نذوق الملح لان الماجي هم بيه ملح، بعدين نذوق ملحه اذا معوز نخلي له. نضيف التمن هسه، نزلون كل التمن. انا اشوفهم مرات يطبخون يعوفون كومه من التمن بالهذا، على شنو؟ انزله كله نعمه الله. ونحن مسويه المعجون تمن. هسه بعد ما حمس التمن اكيد يعني الملح مالت الماجي ما راح يكفي، فنضيف خاشوقة كوب ملح. هسه نضيف المي. نحن بالنسبة لنا ما نحب التمن كلش احمر، يعني حمارة فاتح. خلص هسه نغطيه ونتركه على الماء يبدي ميه ينشف وننصي عليه حتى يتهدر. وبهاي الاثناء احنا شو راح نسوي؟ راح نحضر السمك حتى خلص نحمي الزيت ونقلي. يلا حبايب قلبي هسه راح نسوي السمك وياكم بالطحين اللي خلينا عليه الكمون والملح مثل ما تشوفون بهالصورة هاي.
راح تقولوا لي ليش خليتي طحين؟ الطحين اولا يعني اكو ناس مثلا ما عندهم طاوة تيفال او شيء، فاحتمال يجوز يلزق السمك، يعني يلزق وتعرفون مني يلزق شلون يطلع شكله مو حلو يعني. بالاضافة الى هاي الطحين ينطي فد قرمشة يعني، والكمون هم وياه يروح الزفرة اذا بيه شوية زفرة السمك. بعد ما تخلوه بالطحين تنكتوه هالشكل من الطحين خلاص. بعد هسه احنا هاي السمكة جاهزة، راح ننزلها بالزيت الحامي، يكون يعني حار الزيت مو بارد او مو دافي، لا يكون حار. يلا خليكم ويانا. هاي حبايبي راح ننزلها، الزيت عندنا حمى. هسه نقبضها على مود تستوي. نجي نشوف التمن هنا نشف ميه خلاص، هنا راح نصيه احنا. نحط الفليته جوا ونخليه يتهدى. نعوفه حبايب قلبي لحد ما تقسب من هالجهه، نشوفها قسبت كل الزين واحمرت، نقلبها على الجهه الثانيه. هسه نجي نشوفها حبايب قلبي. هاي حبايب قلبي قسبت وصارت تخبل. يلا هسه نجي نذب الثانية. بسم الله. هنا حبايبي جينا نقلب التمن حتى نشوف شلون صارت حبايته. ما شاء الله شوفوا شلون تمن يخبل، بس بعد يراد لا تهدر يعني، خليه حبايبي. هسه نشوفها هذه راح نقلي السمكات ونخلص ونرجع لكم حبايبي. حبايبي قلينا السمك ورشينا عليه الصماق، وهذا الخبز اي نوع خبز عندكم تقدرون تسووه بهذا المنظر وتقلوه بنفس الدهن اللي قلينا بيه السمك. ونجي هنا هسه نرش عليه الصماق، ينطي طعم وقرمشه كلش طيبه. طبعا هذا الخبز ويا السمك. شوفوا حبايب قلبي شلون طلع السمك ويانا مقسب يخبل، والتمن الاحمر ما اقول لكم شنو الريحه، رهيب. ولا تنسون تجربون الخبز من تقلون السمك تقلون الخبز وياه، وعليه الصماق راح يعجبكم كلش، مقرمش وبيه فد حموضه كلش طيبه مالت الصماق. حبايبي اذا عجبكم الفيديو، عجبتكم اكلتنا اليوم، لا تنسونا باللايك والاشتراك ومشاركه الفيديو ويا اهلكم واحبابكم، وكل الهلا بيكم حبايبي، وربي يحفظكم وين ما تكونون، وباي باي.